زي ما انتم شايفين انا فتحت بريمير برو على طول وعديت حته النيو بروجكت. اظن احنا خلاص عرفنا ازاي نعمل نيو بروجكت، وسميت البروجكت ايبيسود 3 الحلقه الثالثه، وحددت اللوكيشن طبعا في المكان اللي انا عايزه، وفتحت لي الصفحه دي. النهارده في حلقتنا هنشرح ازاي نخلي فيديو مهزوز نحوله لفيديو ثابت. كل حاجه متاحه في ادوب بريمير برو. اول حاجه نعملها نعمل امبورت الفيديو المهزوز اللي احنا هنستخدمه. انا حاطه في الديس بي سي في الاي، بعد كده في اليوتيوب، وهننزل مسميه وورب ستابلايزر. هيظهر الفيديو هنا في المربع ده. بكل بساطه زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت هنعمل سيلكت الفيديو اللي احنا عايزينه، ونعمله دراج اند دروب ونحطه في التايم لاين، وهيظهر لنا هنا بكل بساطه. طبعا هشغله لكم عشان تشوفوا الفيديو مهزوز قد ايه. هو طبعا ايدي كانت بتهز وانا بصور الفيديو ده، فانا عايز اخلي الفيديو ده ثابت. فهروح بكل بساطه على خانه الافكتس اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، ولو انت ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت هتلاقي اللينك بتاعها فوق في الاي. هنروح بكل بساطه على الافكتس. الافكتس احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان هو بتبقى واحده من التابز اللي فوق دي. طب لو انا ما لقيتهاش، انت ممكن تعمل حاجه من الاثنين، يا تاخد الحل التقليدي اللي انت تمسك هنا عند الخط ده كده لما يظهر لك العلامه دي، تقوم شاددها 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 لغايه ما يظهر لك تاب الافكت. او لو انت مش عايز تشغل دماغك، راجع كل حاجه زي ما كانت. ماشي. طبعا احنا ما قلناش ان ان كل حاجه في بريمير هنا فليكسبل، يعني انت اي حاجه ممكن تتحكم بيها. ممكن تجيب دي كده، ممكن ترفع دي فوق، ممكن تتحكم في كل حاجه. المربع ده ممكن تجيب مكان المربع ده، والمربع ده ممكن تجيب مكان المربع ده. طب انا دلوقتي لخبطت كل حاجه، عايز ارجع كل حاجه زي ما كانت. اروح على ويندو اللي فوق دي، اروح على ورك سبيس، واتك على ريسيت تو سيف لاي اوت. هيرجع لي كل حاجه زي ما كانت. انا بقى عايز اجرب الحل التاني ان انا افتح بيه الافكس. هروح على السهمين اللي في الجنب دول زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت، ويظهر لي التابز كلها، واقوم مختار افكس. الافكس اللي احنا هنستخدمه في الحلقه دي هو وورب WARP ستابلايزر، اللي هو ده السبيلنج بتاعه. بكل بساطه هنعمل عليه سيلكت زي ما هو معمول كده، ونعمل له دراج اند دروب ونحطه على الفيديو بتاعنا. طبعا بقى بيظهر لك الشريط الازرق ده. الشريط الازرق ده معناه ان هو بيعمل انالايزنج للفيديو وبيثبت الفيديو دلوقتي. طبعا بقى الوقت بتاع الاستابلايزنج ده بيفرق من فيديو للتاني على حسب مده الفيديو وعلى حسب جوده الفيديو. ده عشان الفيديو ده قصير، ما اظنش ان هياخد وقت كبير قوي على ما يعملوا استابلايزنج. خلاص هو بيخلص كده، خلاص بيقول لك انه خلاص بيفنش، وادي ايه، خلاص خلص الفيديو. دلوقتي تقدر تتفرج عليه والفيديو تمام وزي الفل بخطوه واحده بس. حولت فيديو مهزوز لفيديو ثابت. اتفرج عليه. زي ما انتم شايفين الفيديو بقى ثابت وزي الفل. طب انا ناسي شكل الفيديو قبل ما اعمله ستابلايزنج، ناسي شكل الفيديو هو مهزوز، عايز اتفرج عليه. اروح بقى اطلع بره واضغط على الفيديو واشغله واقارن ما بين الاثنين. بكل بساطه انت ممكن تروح هنا في المربع ده وتتك على حاجه اسمها افكت كنترول. طبعا عشان يظهر لك الكلام ده لازم تكون محدد على الفيديو. الافكت كنترول دي بكل بساطه اي افكت انت بتستخدمه انت ممكن تعدل فيه. فننزل هنا تحت هنلاقي خانه الورب ستابلايزر اللي احنا استخدمناها، هتلاقي جنبها علامه اف اكس صغيره كده. الاف اكس دي بتحكم في اللي انت الافكت ده يظهر او لا. انت ممكن بكل بساطه تضغط عليه فالافكت ده يختفي، فيرجع الفيديو ده زي ما كان. طبعا زي ما انتم شايفين مهزوز خالص. واقوم ضاغط بقى على اف اكس دي تاني عشان يرجع لي بقى ايه الفيديو زي ما كان بعد ما عملناه ستابلايزنج، يعني بعد ما ثبتناه. كده هيتفضل لي حاجه واحده بس، ان انا اروح على فايل وانزل تحت اقوم عامل اكسبورت الفيديو عشان اقدر بقى احطه على يوتيوب او استخدمه زي ما قلنا احطه على واتساب، اقدر يعني الفيديو يبقى معايا. نروح على اكسبورت وبعد كده ميديا، فظهر لنا الصفحه دي زي ما احنا متعودين. طبعا احنا قلنا في اول حلقه خالص اللي احنا لازم نظبط الفورمات على H.264 عشان الفيديو يبقى صالح ان انت تنزله على اليوتيوب او تبعته على الواتساب او تستخدمه في اي حاجه. وزي ما قلنا في الحلقه الاولى برضو ان احنا هنا بيقول لنا الاستيميتد فايل سايز، يعني بيقول لنا مساحه الفيديو المتوقعه اللي هو بيقول لك 6 ميجا، اللي هي مش مساحه كبيره خالص. بكل بساطه هنعمل له اكسبورت، نستنى على نعمل له ريندرنج ويعمل له انكودنج ويعمل له اكسبورت، وينزل عندنا في المكان اللي احنا محددين.
وبس كده نكون وصلنا لغايه نهايه الحلقه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.